احمد واهلا بك كابتن احمد. مبروك للزمالك اول وسلامات ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. الحمد لله تمام. نعم طبعا نحن فوجئنا بخبر اصابتك، ربما تحدث لجمهورك ومحبينك هنا في مصر وطبعا حول هذه الاصابه المفاجئه التي حدثت لك قبل المباراه بدقائق تقريبا يعني. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يبارك فيك يا كابتن حازم، والحمد لله الحمد لله على كل شيء. يمكن هي مش مفاجاه ولا حاجه، لان هي طبعا من بعد المباراه الاولى وانا حسيت كده بشد في السمانه. يمكن وانا جاي من مصر طبعا كان في شد في السمانه كان موجود من حوالي 10 ايام، ويمكن لما جيت كان الوجع بس كان خفيف، قدرت ان انا اتحمل عليه المباراه الاولانيه ولعبت. انما يمكن في تمرين امبارح حسيت بيها بعد المباراه، والنهارده حتى وانا بسخن انا نزلت التسخين. المفروض ان انا كنت بادئ اللقاء ونزلت التسخين، مفيش مشكله خالص، بس وانا في التسخين حسيت ان زي في ربنا يستر ما يكونش نازل طبعا، لان حسيت زي تكه كده فيها. ف ما يعني خلاص انت عارف طبعا يمكن النوعيات اللي يمكن ما بطلعش لما يكون في حاجه صعبه يعني. فانما الحمد لله على كل شيء تبقى بسيطه ان شاء الله باذن الله. نعم طبعا نحن نتمنى عودة الدوري وعودة طبعا النشاط بشكل كبير والتفاؤل ان شاء الله مطلع الشهر القادم عودة الدوري. الزمالك وفقا لاستعداداته، وربما الكابتن ابراهيم حسن معي في الاستوديو والكابتن علاء ميهوب اشادوا باداء وروح. تحياتي ليهم، معلش تحياتي. لا عارفينك يا احمد، سلامتك يا احمد. الف سلامه. الف سلامه يا احمد. لان انا كنت طالع من الاوضه على طول مهيب قدام التليفون، فمعلش. لا سلامتك يا احمد، الف سلامه عليك. تحياتي طبعا للكابتن علاء وتحياتي للكابتن ابراهيم، تحياتي ليهم. نعم حبينا نقول لك بالنسبة لنادي الزمالك مدى الاستفادة، وخاصة يواجه فريق شختار، وان الفرق انت ربما لعبت في اندرلخت وتعرف هذه الفرق جيدا على صعيد اوروبا، فرق محترمة جدا، وفرق شختار اللي تأهل على حساب تشيلسي في مجموعة اليوفي مع اليوفي طبعا، وفريق زينت واحد من الفرق الكبيرة. مدى استفادة نادي الزمالك من خلال هاتين المباراتين المهمتين مع فريقين يمتلكان امكانيات فنية كبيرة؟ والله طبعا لا استفاده، يمكن اكثر فريق استفاد من البطوله دي هو نادي الزمالك. اعتقد ان احنا اكثر فريق استفاد من البطوله دي، رغم ان توقيتها كان بالنسبه لنا كان توقيت صعب. يمكن احنا كنا جايين ما فيش استعداد لمباراتين قويتين زي دول مع فرقتين من المفروض من الفرق كويسه في اوروبا. انما انا بقول ان اكثر حد استفاد من البطوله دي هو نادي الزمالك، لان يمكن احنا لعبنا مباراتين ويمكن المباراه الاولانيه ادينا بشكل كويس، المباراه الثانيه كمان ادينا بشكل كويس، والنتيجه كمان اعتقد دي تدينا يعني تدي دفعه كويسه للاستعداد زي ما انت قلت لبطوله الدوري ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان النشاط يعود في مصر. فاعتقد ان استفاده كبيره، على الرغم برضه ان ما زلت بقول ان يمكن التوقيت كان صعب شويه، والتوقيت كان بالنسبه لنا واحنا جايين حتى كان في قلق، لان احنا كان بقالنا بس 10 ايام او 12 يوم بس بنستعد من فتره راحه كنا خدناها طويله. انما الحمد لله الحمد لله شايف استعداد كويس واستفدنا من المباراتين بشكل كبير. نعم كابتن احمد، بالنسبه لكم كلاعيبه وانت خبره كبيره، انطلاقه الدوري كما هو معلن يوم 2 فبراير، يعني انتم على ثقه بان الدوري سيكون في موعده هذه المره؟ والله ده ما نتمناه، يعني ما نتمناه بقى ان يكون في التزام من المسؤولين بان هم يعني اعتقد ان الدنيا كلها مستنيه والانديه كلها كمان اللي بتمر بظروف صعبه، ان كله طبعا منتظر سواء لاعبين سواء جماهير سواء انديه ان يكون في التزام بقى المره دي، لان اعتقد ان لو ما فيش التزام المره دي هتبقى الامور صعبه بالنسبه لنا احنا، هيبقى الثقه كمان هتبقى صعبه شويه. نتمنى ان شاء الله ان الامور تمر على خير، ونتمنى ان بطوله الدوري تعود ان شاء الله باذن الله. كابتن حسن. نعم كابتن ابراهيم حسن معك كابتن احمد. يا احمد. يا كابتن ابراهيم. مبروك النهارده طبعا المباراه، وان شاء الله الاصابه تبقى خفيفه باذن الله. بس انا كنت عايز اسال بالنسبه لمجموعه اللعيبه، لان انا شفنا دكه الاحتياطي ما كانش فيها لعيبه خالص، مع احترامي طبعا كان في معظمهم ناشئين مع احمد توفيق مع حماده طلبه، انما مجموعه اللعيبه اللي هي القوام الاساسي للفريق زي السي زي طبعا رزاق، المفروض رزاق موجود طبعا، وفي اكتر وفي جنش وفي شناوي، يعني مجموعه لعيبه انا شايف شناوي مصاب وسيسي عاد متاخر وموجود في التدريبات هنا في، وطبعا اضافه لاحمد عيد هيبقى اضافه كبيره جدا. احمد عيد عبد الملك. فعايز اعرف يعني هل مجموعه اللعيبه ديت ان شاء الله لما الفريق يرجع
مصر هيبقوا متواجدين ولا في اي مشكله؟ طبعا مشكله حازم. نعم، يبدو الخط انقطع مع كابتن احمد حسن. كابتن احمد معنا؟